تشتري الفيلا دي؟ تعالى اوريها لك. اول حاجه ده المدخل الرئيسي، ودي البرايفت انترنس بتاعتنا. عندنا هنا المين جيت، وبص واجهه الفيلا جميله ازاي. تعالى تعالى، انت رحت فين؟ تعالى اوريك الريسبشن. بص الريسبشن، بص الباب وجمال الباب. بص المدخل عندنا رخام اوبن بوك، والريسبشن كله 3 قطع رخام برضو بالكامل وكله مكيف. عندنا هنا ادي انتريه، عندنا تاني قطعه هنا ادي صالون، عندنا هنا الدايننج روم. تعالى بقى اخرج لي هنا كده اوريك حاجه. بص عندنا دي اسمها سان هاوس، او عندنا اسمها جلاس روم. بص جمالها عامل ازاي. دي بتفتح السقف بتاعها لو انت عايز تبقى منك لربنا فوق كده على طول. تتفرج على الجمال، تدخل اضاءه لو انت الدنيا شمس او حاجه بتقفل كل ده. اما بقى البول وجمال البول، بص البول والدلافين اللي في البول. بص الجنينه عامله ازاي. بص الجمال، يا لهوي على الجمال، ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحب النصيب يا رب. بص عندنا الجزء ده خاص بتجهيز المشروبات، عشان تبقى قاعد كده على طول وبتسيرف على الجزء ده. بص عندي كده القعده، بص ريسبشن كبير ده. دي مش قاعده في الجنينه، لا ده ريسبشن. انت عايز تعمل عزومه، عايز تعمل حفله، تعمل اللي انت عايزه كله. بص الفيلا في ناصيه، الجنينه بتاعتها واخده ناصيه يعني مش مجروحه. بص التشجير، بص جمال التشجير، حاجه كده في منتهى الفخامه. الفيلا دي مودرن بالكامل، وذوقها حاجه كده في منتهى الشياكه. لو انت بتفكر تسكن في بيت ما يتكررش، او بتحب الفرص المميزه، وبتحب يكون عندك حاجه مش عند كل الناس، انا انصحك تعمل لي كومنت دلوقتي وتحجز معاينه مجانيه. لان الفيلا دي حاجه كده جميله ومش هتقعد، مش كل الناس هتفوت العرض ده. فانت محتاج تيجي دلوقتي حالا تقعد مكاني هنا، تتفرج على الجمال ده، وتشتري الفيلا دي.